تعالوا نتكلم مع بعض عن جلسة التنظيف العميق. ليه أصلا هعمل جلسة التنظيف العميق؟ وهل جلسة التنظيف العميق بتكون علاجية ولا مجرد جلسة بعملها بروق بيها على بشرتي؟ لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا آلاء جمال سكين كير أند هير ثيرابيست، النهارده هعمل معاكم الفيديو ده علشان أعرفك كل حاجة تخص جلسة التنظيف العميق، وهل أنا محتاجة أعمل الجلسة ولا مش محتاجاها. ويلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. فيديو النهارده هو مش بس فيديو خاص بالبنات او خاص بالستات، هو فيديو خاص لكل الناس وكل الاعمار، يعني شباب، كبار، عواجيز، صغيرين. الفيديو ده لكل الناس. امتى اكون محتاجه اعمل جلسه التنظيف العميق؟ اول حاجه حابه اقولها لكم ان احنا كلنا محتاجين ان احنا نعمل جلسه التنظيف العميق، لان الجلسه دي زي ما بيقولوا كده احنا بنروق بيها على بشرتنا. هي اسمها جلسه تنظيف، بننظف بشرتنا تنظيف عميق. لكن في كذا نوع من انواع جلسات التنظيف العميق. في تنظيف عميق بيكون علاجي، وفي تنظيف عميق بنعمل الجلسه بس علشان نجدد خلايا الجلد الميت وننظف بشرتنا. من خلال المركز هنا ومن خلال الكشف بتاعي بقول لك انت محتاجاه لايه. مثلا لو انت جايه لي عندك رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء وشويه دهون كده في بشرتك، بنعمل لك جلسه تنظيف عميق عاديه خالص، طبعا بتكون بالاجهزه وبالماسكات المناسبه لبشرتك. لكن بقى انت لو جايه لي عندك حبوب كتير جدا، عندك دمامل في بشرتك متبهدله، في الحاله دي بنعمل جلسه تنظيف عميق علاجيه طبيه من الدرجه الاولى. طبعا بعمل لك عدد مراحل معينه لبشرتك، وبقول لك تجي لي بعد اسبوعين بعد 3، وفي خلال الفتره دي بكتب لك على روشته علاج بتساعدنا ان احنا نعالج بشرتك، لان التنظيف مش سحر هيعالج كل مشاكل البشره. وحابه اكد لكم في نقطه اسمه تنظيف، يعني بننظف. يعني التنظيف ده مش ليه اي علاقه خالص بعلاج المسامات الواسعه، ملهوش اي علاقه خالص بعلاج التصبغات ولا بعلاج الحفر ولا بعلاج الندبات بتاعه البشره. الحاجات دي بيكون ليها جلسات تانية خالص. لكن التنظيف بيعمل ايه؟ بيعالج الرؤوس السوداء، بيعالج الرؤوس البيضاء، بينظف البشره، بيشيل طبقه جلد ميت عن طريق التكنيك اللي احنا بنستخدمه حسب بشرتك. علشان كده دايما اللي بيدخل لي هنا في المركز بقول له اسمها تنظيف. تمام؟ وزي ما انتوا عرفتوا دلوقتي ان في حاجه اسمها تنظيف علاجي وفي حاجه اسمها تنظيف تجميلي، وعلى حسب حالتك احنا بنحدد المناسب. التنظيف ده ممكن كل الناس تعمله حتى لو ما فيش مشاكل في بشرته، بس اللي ما عندوش مشاكل في بشرته ممكن يعمله مره كل 3 شهور، واللي عنده مشاكل بنحدد المده المناسبه ليه. وزي ما قلت لكم ينفع بدايه من 12 سنه، لان معظم البنات لما بتبلغ او تدخل مرحله المراهقه بيبدا يبان عندها مشاكل في بشرتها، فعادي جدا لو جت عملت جلسه التنظيف. اهم حاجه ان هي تكون رايحه المختص يفهم بشرتها كويس ويفهم يديها الروتين اللي هي تمشي عليه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو انتوا اول مره تشوفوني كانت معاكم آلاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست. مع السلامه.